17/10 سنة 1989 عرفنا ان منظمة ايسينك قدروا ينجحوا في التجربة بتاعتهم اللي كانوا بيعملوها، واللي هي اختبار التشويه المغناطيسي منخفض القرب عن طريق الآلة اللي تشبه البوابة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. والنتيجة بتاعت التجربة دي كانت زي ما كانوا متوقعين بالظبط، وهي انشاء او اكتشاف بعد كامل لا متناهي المساحة واللي هو الباك رومز. وعرفنا برضو ان هدفهم من التجربة دي هي صنع مكان ضخم ولا متناهي المساحة عشان يوفروا على الدولة مليارات من الدولارات اللي بتتصرف على انشاء عقارات للتخزين والسكن وغيره من الاستخدامات دي. بس للاسف نتيجة التجربة بتاعتهم دي ما كانتش ناجحة وامنة بنسبة 100%، بحيث زي ما شفنا في الجزء اللي فات كده ان في شخص انتقل للبعد ده واللي هو الباك رومز عن طريق وقوفه في منطقة فيها جليتش، وبديهيا كده سبب وجود الجليتش ده هو وجود الباك رومز. ده غير كمان ان الشخص ده لما كان في الباك رومز واجه كيان مرعب مش معروف هو ايه بالظبط، وتوقعنا ان الكيان ده عبارة عن بكتيريا متحورة. وفي الفيديو ده هنعرف مع بعض كده ايه اللي حصل فعلا بعد نجاح التجربة بتاعتهم دي، وايه الكوارث اللي حصلت في العالم بعد نجاح التجربة دي. عايز اقول لك ان فيديو النهارده ان شاء الله هيبقى زي الفيديوهين اللي قبله، فيديو كامل الدسم. فعايزك كده الاول تخلص كل اللي وراك وتجهز معاك حاجة تاكلها او تشربها وتصلي على النبي وتلبس سماعتك وتركز في كل كلمة هتتقال في الفيديو ده. تعالوا نرجع لاخر فيديو شفناه وهو الفيرست كونتاكت او الاتصال الاول، وتعالوا ننزل كده للوصف او الديسكربشن بتاع الفيديو ده كده هنلاقي ان كيم بيرسونز ساب لنا لينك لفيديو تاني على اليوتيوب، ولو ضغطنا على اللينك ده كده هيفتح لنا فيديو بعنوان كولاتريال، ولو ركزنا كويس هنلاقي ان الفيديو ده متصنف على انه غير مدرج. وزي ما عرفنا في الجزء اللي فات ان كيم بيرسونز ساعات بيسيب في الديسكربشن لينك لفيديو غير مدرج بيساعدنا اننا نفهم الباك رومز اكتر واكتر. فتعالوا نشوف ايه اللي في الفيديو ده كده. I'm Ted Koppel. There has been a rather strong earthquake in Northern California, so strong in fact that it has, among other things, knocked out all the power, or much of the power at Candlestick Park, where the third game of the World Series was being played. The epicenter of this earthquake is about 100 miles to the south in the Santa Cruz Mountains along the San Andreas Fault. This town of 40,000 is about 10 miles from the epicenter of the earthquake. You would expect the damage to be severe here, and it is. The downtown section of Santa Cruz is basically gone. All the old brick. زي ما شفنا وسمعنا الكلام اللي المذيع ده قاله، في زلزال حصل في شمال كاليفورنيا، وان الزلزال ده ادى لانقطاع الكهرباء في البلد كلها. ولو ركزنا في الكلام اللي المذيع التاني قاله هنعرف ان مصدر الزلزال ده كان قرب جبال سانتا كروز، قرب جبل اسمه لوما بريوتا. بس برضه ايه علاقه الزلزال ده بالباك رومز؟ وليه كيم بيرسونز ساب لنا لينك الفيديو ده في الوصف او الديسكربشن بتاع فيديو الاتصال الاول اللي منظمه ايسينك قدرت فيه انها تفتح بوابات على الباك رومز. بص يا سيدي، لو دخلنا على جوجل ودورنا على زلزال لوما بريوتا وقرانا شويه معلومات عن الزلزال ده هنعرف ان الزلزال ده حصل في سنه 1989 بالتحديد الساعة 5 المغرب في يوم 17/10، ودي بالظبط نفس اليوم والساعة والدقيقة اللي الآلة دي فتحت أبوابها على الباك رومز، بحيث إنها كانت برضه في يوم 17/10 والساعة وقتها كانت 5 المغرب. وبسبب الزلزال اللي حصل ده هنقدر نستنتج استنتاج مهم، وهو ان منظمه ايسينك لما بداوا اختبار التشويه المغناطيسي منخفض القرب للمره السادسه الآلة استهلكت طاقه ضخمه عشان تقدر تفتح ابوابها على مكان لا متناهي المساحه، مكان مش بيخضع للقوانين الفيزيائيه المعروفه. وبسبب كميه الطاقه دي كلها حصل زلزال عنيف انتهى بموت حوالي 63 شخص وانهيار عدد كبير جدا من المباني والطرق. بس استنى، لو تفتكر الكلام اللي المذيع ده قاله واللي هو ان مصدر الزلزال ده كان بالقرب من جبال سانتا كروز، فممكن نتوقع ان مكان المنظمه دي موجود في المنطقه اللي حصل فيها الزلزال ده. وطبعا لو انتوا فاكرين ان الحكومه الامريكيه عارفه بوجود المنظمه دي وكمان هم اللي داعمينهم عشان يحققوا النجاح في التجربه دي، فنقدر نقول ان الحكومه الامريكيه غطت على الاسباب الحقيقيه للزلزال ده وعرفوا الناس وقتها اي سبب تاني ملوش علاقه بالحقيقه. دي كانت واحدة من الكوارث اللي حصلت بسبب نجاح اختبار التشويه المغناطيسي منخفض القرب. طب ايه اللي حصل تاني بسبب التجربة دي؟ وايه سبب اختفاء الناس عشوائيا بعد نجاح التجربة دي؟ عشان نعرف الإجابة على السؤال ده هنضطر نتفرج الأول على الفيديو اللي قدامنا ده واللي بعنوان Missing Persons واللي معناه أشخاص مفقودين، بحيث لما نتفرج عليه دلوقتي هنعرف إن لما التجربة نجحت خلت الأشخاص
زي ما شفت قدامكم كده ظهر قدامنا مجموعه من الصور لاشخاص مفقودين كانت متعلقه في الشوارع، كل ورقه موجود فيها صوره الشخص المفقود ده واسمه والرقم اللي تتصل عليه لو لقيت الشخص ده. بس من بين كل الاشخاص دول عايزك تركز على واحد فيهم بس، وهو اول شخص ظهر في الفيديو ده واللي كان اسمه نيكولاس بولتون. عايزك تفتكر شكله واسمه كويس جدا وهتعرف السبب كمان شويه كده. المهم بعدها ظهر قدامنا زي احصائيه كده بتوضح مدى زياده البلاغات عن الاشخاص المفقودين من بدايه سنه 1987 لحد سنه 1993. ولو ركزنا كويس هنلاحظ ان معدل البلاغات كان ماشي بشكل معتدل وكويس، بس بمجرد ما وصل لنهايه سنه 1989 ابتدت نسبه البلاغات تزيد بطريقه بشعه، وكأن كان في اشباح ابتدت تخطف الناس وهم قاعدين في بيوتهم او ماشيين في الشوارع عادي جدا. بس محدش وقتها كان عارف السبب الحقيقي لاختفاء الناس دي. بس بعدها ظهرت قدامنا صوره الآلة اللي فتحت ابوابها على الباك رومز، وكأن كيم بيرسونز عايز يفهمنا ان سبب اختفاء الناس دول هي الصوره اللي قدامكم دي واللي هي وجود الباك رومز. بعد كده بيظهر قدامنا اللوجو بتاع منظمة ايسينك، وبعدها ظهر قدامنا 4 اشخاص لابسين هزمة سيوت او اللي نقدر نسميها سترات وقائية كان لونها اصفر، وبنلاحظ ان هم داخلين في الباك رومز لغرض معين او مهمة معينة. فتعالوا نشوف هم داخلين يعملوا ايه بالظبط وايه اللي لقوه بعد ما دخلوا جوه الباك رومز. بس قبل ما اسيبك مع الفيديو عايز افكرك ان الاحداث اللي انت هتتفرج عليها دي حصلت يوم 3/2 سنة 1990، يعني بعد حوالي 4 شهور من وجود الباك رومز. زي ما شفتوا قدامكم كده في 4 باحثين باين عليهم داخلين الباك رومز في مهمه استكشافيه او بيكتشفوا اماكن جديده تقريبا. ولو خدنا بالنا برضو ان كان في واحد فيهم ماسك شريط لونه احمر، بدايه الشريط ده كان من اول البوابه اللي دخلوا منها، وده عشان ما يتوهوش في المكان المرعب ده. وبعدها لاحظنا ان الباحث اللي معاهم اللي ماسك الكاميرا ده وهو ماشي لاحظ ان في فتحه في السقف بتوصل لمكان تقريبا يعتبر هو نفس المستوى ده، وبعدها كملوا طريقهم عادي جدا. بس اللي هيشوفوه قدامهم دلوقتي هيخليك تستغرب اكتر واكتر. Stop. Hold it. I don't know. I've never seen this before. It may just be part of the environment. But it makes no sense. Why would they be identical to you? This makes no sense. This wasn't in the last report? No, this is definitely new. It's organic. Is some kind of fungus? اظن بعد اللي انتوا شفتوه وسمعتوه ده جه في بالكم كميه اسئله كتيره ملهاش اجابه. تعالوا مع بعض كده نفسر اللي احنا شفناه ده. زي ما شفنا كده لما ال4 باحثين دول وصلوا للمكان ده لقوا ان في شخص ميت وهو قاعد مكانه، وكان حواليه ماده سوداء وكانها عباره عن عفن. ومن كلام الشخص اللي كان ماسك الكاميرا ده لما سالهم هل ده كان موجود قبل كده في التقرير اللي فات، فاتوقع ان دي مش اول مره ليهم يوصلوا للمكان ده، وعشان كده كان مستغرب ازاي في جثه موجوده هنا على الرغم ان المكان ده كان فاضي خالص قبل كده. وكمان كان مستغرب من مصدر الماده السوداء او العفن اللي حوالين الشخص ده. وبعدها الفيديو خلص. بس لو خدنا بالنا ظهرت قدامنا شاشه زرقاء وكان عليها جمله معكوسه. لما قلبت الصوره دي الجمله اللي مكتوبه دي بقت واضحه هي بتقول ايه، حيث كان مكتوب لو لقيتوا اي حد هناك فارمي اللوم عليه. واظن المعنى من الكلام ده ان لو الباحثين دول لقوا اي شخص في الباك رومز زي الجثه اللي لقوها دي كده فلوموا الشخص المسؤول عن وجود الباك رومز، واللي اتوقع ان هو ممكن يكون الرئيس بتاع المنظمه دي او نائب المدير اللي هو اسمه ايفن بيك، لانهم هم المسؤولين عن وجود الباك رومز. بس استنى، فاكر لما قلت لك ركز كويس في اول صوره ظهرت في الفيديو ده؟ تعالى ما اعرفك انا قلت لك ليه كده. بص يا سيدي، لو ركزنا كويس في وش الشخص اللي في اول صوره واللي كان اسمه نيكولاس بولتون وقارنا شكله بشكل الجثه اللي لقوها في الباك رومز، فهنلاحظ ان في تشابه كبير بينهم. ده اللي مخليني اتوقع ان الشخص الميت ده هو نفسه نيكولاس اللي اختفى فجاه من وسط اهله، واللي هنعتبره حاليا تم العثور عليه ميت في اكتر الاماكن اللي ما تتمناش ان حد يموت فيها.
فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هل هياخدوا الجثه دي معاهم وهم راجعين ولا هيسيبوها مكانها زي ما هي ويغطوا على الحادثه دي؟ وايه الماده السوداء او العفن اللي اتكون حوالين الشخص الميت ده وايه مصدره بالظبط؟ وهل يا ترى الماده دي ليها علاقه بوجود الكائن الغريب اللي شفناه في الفيديو اللي فات ده ولا لا؟ احب اقول لك ان لقيت الفيديو اللي هيجاوبنا على الاسئله اللي قلناها دي كلها. الفيديو اللي قدامكم ده واللي بعنوان اوتوبسي ريبورت واللي معناه تقرير التشريح هيقدر يجاوبنا على الاسئله دي كلها، وهنفهم منه برضو ان مصدر الماده السوداء دي قد يكون عباره عن Subject is male, somewhere between 18 and 21 years old. I estimate that the time of death was around 5 days ago, but due to the severe tissue damage, it's hard to say for sure. Cause of death was likely malnutrition. I was able to recover most of the digestive tract. So, as things start to deviate from what we would consider to be natural, the decomposition process appears to have been stunted somehow. It's like portions of the body stopped decaying and were sustained. Other areas, however, were completely overtaken by culture. So I took a couple samples of some of the material here. At first, I thought it was an aggregated collection of Pseudomonas fluorescens, but it seems to be closer to a mutated strain of simple hay bacillus, which it should be completely benign, but well, really, I don't know what to make of this. Mr. Beck, may I ask where this subject came from? اظن بعد الفيديو اللي انتوا شفتوه ده قدرت تجاوبوا على معظم الاسئله اللي سالناها من شويه دي، بس ناقص بس اني افسر لكم الكلام والمشاهد اللي احنا شفناها دي. زي ما شفتوا كده الفيديو ابتدى الاول بالجمله اللي قدامنا دي واللي بتقول تقرير تشريح جون دو. الظاهر كده ان هم طلعوا الاسم ده على الشخص الميت ده اللي كان فيه شبه كبير من نيكولاس بولتون، وهنا اتوقع انهم عملوا الحركه الخبيثه دي عشان يخفوا هويه الشخص ده وان هم يخفوا ان هم لقوا جثته في الباك رومز، او ممكن هم اصلا مش عارفين هويته من الاساس فافترضوا ان ده ممكن يكون اسمه، بس بالنسبه لي اعتقد ان ده احتمال ضعيف شويه. ولو ناخد بالنا ان الاحداث بتاعت التشريح دي حصلت في تاريخ 5/2 سنه 1990، يعني بعد حوالي يومين كاملين من اكتشاف وجود الجثه دي. المهم بعدها سمعنا صوت شخص بيتكلم عن الجثه دي وكانه بيوصفه وبيتوقع عمره وطريقه موته، وبديهيا كده فالشخص اللي بيتكلم ده بنسبه 99% هو الدكتور اللي قام بعمليه التشريح دي. المهم بعدها قال كلام غريب، قال ان نتيجه التشريح وضحت ان الشخص ده مات بسبب نقص في التغذيه، بس لما الدكتور ده بص على اعضاء الشخص ده لقى حاجه غريبه، لقى ان في اعضاء اتحللت بشكل طبيعي جدا، بس الغريب ان في اعضاء تانية ما اتحللتش خالص، وكأن في حاجه خلت الاعضاء دي بطريقه ما توقف عمليه التحلل بتاعها. ومش كده وبس، ده لما خد عينات من بعض الاماكن في الجثه دي وحاول يفحصها لقى ان الجثه عليها نوع من انواع البكتيريا. بيقول ان هو في الاول افتكر ان دي عباره عن نوع من البكتيريا اسمها سيدوموناس فلوريسنس، بس لما ركز اكتر في شكل البكتيريا دي لقى انها تشبه بكتيريا اسمها باسيلاس سبتيلس، او بالتحديد هو توقع انها عباره عن سلاله متحوره من البكتيريا دي، بس بعدها قال باستغراب ان المفروض ان البكتيريا دي اللي هي الباسيلاس سبتيلس او الهي باسيلاس انها عباره عن بكتيريا مش بتسبب اي ضرر للانسان تماما، وعشان كده هو ما كانش فاهم في ايه بالظبط. ازاي بكتيريا زي دي تسببت في ان عمليه التحلل في الشخص ده تتوقف بالمنظر ده؟ او ممكن نسال السؤال بصيغه تانية خالص، وهي ازاي البكتيريا دي تسببت في موت الشخص ده؟ وفي الاخر الدكتور سال الشخص اللي هو بيكلمه ده اللي هو اتضح ان هو ايفن بيك، وده يعتبر نائب مدير منظمه ايسينك، ساله هي الحاله او الجثه دي جت منين بالظبط، وده بيفهمنا ان هم مش معرفين الدكتور ده المكان اللي الجثه دي اتوجدت فيه، وده بيفهمنا برضو ان هم مش عاوزين يعرفوا اي حد ان الباك رومز اللي اخترعوها دي تعتبر بيئه غير مناسبه للبشر تماما. وبعدها تقرير التشريح انتهى على كده، بس بعدها ظهر مشهد غريب شويه.
زي ما شفتوا كان في تلفزيون اتعرض عليه كميه صور كتيره ملهاش علاقه ببعض، بس تعالوا كده نحاول مع بعض نتوقع معاني بعض الصور دي. اول صوره ظهرت كانت اللوجو بتاع اي سينك، وبعدها ظهرت صوره شخص من اللي شفناهم في الفيديو اللي فات، وصوره تانية كانت عباره عن زي صور سفينه في البحر، صورة عربيات وصورة أشخاص مش معروفين، وصورة بعض الأنواع من البكتيريا، وبعض الصور عن الفضاء والسفن الفضائية، وصورة الكلية اللي الدكتور استأصلها من الجثة اللي كانت في الباك رومز. وكأن كيم بيرسونز بيلمح لنا إن في علاقة بين البكتيريا دي ومعظم الصور اللي ظهرت دي. فمثلا ممكن نقول إن بكتيريا الهيباسيلس أو الباسيلس سبتايلس ليها القدرة إنها تستحمل الحياة في الفضاء لفترة معينة، ودي بجد تعتبر معلومة حقيقية فعلا وتم اختبارها قبل كده. وفي الآخر ظهرت صورة الآلة اللي فتحت أبواب على الباك رومز، وكان حواليها وهج لونه أحمر، وكأن دي إجابة السؤال اللي الدكتور سأله لايفن بيك عن المكان اللي الجثة اتوجدت فيه. وفي نهاية فيديو التقرير ده نقدر نتأكد بنسبة 80% إن فعلا في علاقة بين الكائن الغريب والمرعب اللي شفناه في الفيديو اللي فات والسلالة المتحورة من البكتيريا اللي الدكتور اكتشف وجودها في الجثة دي. فممكن نتوقع إن الشخص ده اللي هو اسمه نيكولاس بولتون انتقل عن طريق النو كليب للباك رومز، وبعدها حصل له حاجة من اتنين: يا إما المخلوق ده موته، وبما إننا متوقعين إن المخلوق ده أصلا عبارة عن بكتيريا متحورة، فممكن البكتيريا اتنقلت من المخلوق ده لجثة الشخص ده، وبعدها تسببت في توقف عملية التحلل لمعظم الأعضاء بتاعته، وبرضه هنعتبر إن هي السبب في تكون المادة السوداء أو العفن اللي كان حوالين الجثة دي. يا إما أصلا المخلوق ده ما كانش متواجد في الفترة اللي الشخص ده كان موجود فيها، وبالتالي نيكولاس مات من الجوع والعطش. بس الظاهر كده إن اللي بيموت في الباك رومز بتستولي عليه سلالة متحورة من بكتيريا الباسيلس سبتيلس، عشان في الآخر يتحول للمخلوق الغريب والمرعب ده. وبس كده، ده كل اللي أقدر أقوله لك عن الشخص اللي لقوه ميت في الباك رومز، وعن تقرير التشريح اللي اتعمل عنه. بس استنى، وانا بقلب في الفيديوهات بتاعت كيم بيكسلز كده لقيت الفيديو اللي قدامكم ده، واللي بعنوان انفورميشنال فيديو، واللي معناه فيديو اعلامي. وبدايا كده من اسم الفيديو ده فهو بيحتوي على بعض المعلومات اللي هتخلينا نفهم اكتر عن الباك رومز او عن الآلة اللي صنعت الباك رومز دي، واللي هنعرف دلوقتي ان اسمها Welcome to the Project KV-31 Research and Development Team. In this short, informative video, you will be briefed on the required protocol in regard to Project KV-31, as well as receive an overview of future development plans. What is Project KV-31? Project KV-31 pertains to the study and development of the async low-proximity magnetic distortion system. For the sake of convenience, you may hear your peers refer to the project under any of the following titles: The Machine, The Door, The Back Rooms, The Complex, Hallways. Unauthorized usage of these terms outside of the async research facility is strictly prohibited. Touch the threshold without guided supervision. Never enter the complex alone. All expeditions are to be comprised of no fewer than 3 individuals. اظن دلوقتي انك عرفت معلومات جديده عن الباك رومز، بحيث زي ما سمعنا وشفنا في الفيديو ده كده كان في صوت شخص بيتكلم وبيعرفنا على معلومات عن مشروع معين اسمه KV-31 وعن الخطط المستقبليه المبنيه على المشروع ده، وبعدها فهمنا ان المشروع ده هو دراسه المجال المغناطيسي منخفض القرب، وبعدها ظهرت قدامنا رسمه المشروع اللي هو بيتكلم عنه ده، واللي كانت هي نفسها الآلة اللي فتحت ابوابها على الباك رومز. ولو هنلاحظ اللي مكتوب هنا كده جنب اسم المشروع ده فهنلاقي ان ليها اسم تاني وهي الثريشهولد، واللي ترجمتها معناها العتبه، او ممكن نعتبر معناها مع بعض كده البوابه. وبعدها عرفنا انك ممكن تسمع اسامي كتير بتتقال عن المشروع ده وكلهم بيشيروا لنفس الشيء، وكان من ضمن الاسامي دي اشهر اسم بنسمعه حاليا وهو الباك رومز. وبالنسبه للاسامي التانيه زي ذا دور وذا ماشين وذا كومبلكس فهم مش بيتقالوا كتير زي الباك رومز كده، بس المهم ان احنا نفضل فاهمين ان كل الاسامي دي بتشير لنفس المعنى. وبعدها كان بيوضح ان الاسامي دي ما ينفعش تطلع بره المنظمه، بس حصل زي جليتش كده وكلامه اتقطع وانتهى للجزئيه اللي بعد كده، واللي هي عباره عن تعليمات انك ما ينفعش تخش الباك رومز غير لما يكون معاك شخص مشرف عليك، وانك برضه ما ينفعش تخش لوحدك، ولازم على الاقل ما تكونوش اقل من 3 اشخاص داخلين مع بعض. بس بعدها الفيديو انتهى فجاه وظهر قدامنا تاريخ 29/2 سنه 1990، وعلى حسب تسلسل الاحداث فده يعتبر بعد حوالي 24 يوم من تشريح الجثه اللي لقوها في الباك رومز. المهم بعدها بنلاقي فيديو اشتغل لمجموعه من الباحثين برضه واقفين قدام البوابه او الثريش هولد. الظاهر كده ان هم داخلين في مهمه استكشافيه تانية، فتعالوا مع بعض كده نشوف هم رايحين فين. بس قبل ما اسيبك مع الفيديو حابب اقول لك على تلميح بسيط كده، عايزك تركز كويس في شكل البوابه اللي هم جايين منها، وتركز في المدخل اللي قدامك ده كويس عشان هتحتاج تفتكر المنظر ده كمان شويه كده.
Yeah, but that was 2 weeks ago. We're not going to be doing anything about it now. I mean, do you really think that there's actually a lesson in this situation? I mean, there's too many variables. Probably they reset the whole... Well, you know how it is. They're going to want to have it in tomorrow and then have it in so I'm going north. زي ما شفتوا كده كانوا 4 باحثين داخلين الباك رومز عن طريق البوابه او الثريش هولد، ولو خدتوا بالكم كان في صوت زي صوت صفاره شغاله باستمرار، واتوقع ان فايده الصوت ده عشان لو حد تاه في الباك رومز يقدر يرجع تاني للبوابه عن طريق الصوت ده. وبرضه لاحظنا ان واحد فيهم ماسك شريط احمر معاه عشان لما يخلصوا المهمه بتاعتهم يقدروا يرجعوا تاني للبوابه. بس تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي للشخص اللي ماسك الكاميرا ده. Guys, can you hear this? Hey guys, can you hear this? Hey! Guys. Guys? George? Open! Fuck. Hey! اظن من اكتر الحاجات اللي مرعبه بالنسبه لي انك لما تكون ماشي مع جماعه صحابك في مكان انت ما تعرفوش خالص وفجاه من غير اي مقدمات تفترق عن صحابك وتحس انك تايه. ده بالظبط نفس اللي حصل دلوقتي مع الشخص اللي ماسك الكاميرا ده، بحيث زي ما شفتوا كده سمع صوت ناس كتيره بتتكلم، ولما مشي ورا مصدر الصوت ده لقى ان مفيش اي حد، وكأن حيطان الباك رومز كانت بتطلع الصوت ده عشان تجذبه ليها، او ممكن ان الصوت ده كان بسبب حاجه تانية احنا لسه مش عارفينها. بس زي ما خدتوا بالكم كده لما دخل في الممر ده ونادى على اصحابه عشان يجوا يشوفوا ايه الصوت ده، كملوا طريقهم عادي جدا وكأنهم ما كانوش سامعينه، وكأنه كان واقف في بعد تاني خالص هم مش شايفينه، او ممكن نقول انتقل في مكان او زمان تاني خالص. ومجرد ما راح يقرب ناحيتهم فجأة اصحابه دول كلهم اختفوا، وكأن الباك رومز بلعتهم او نقلتهم فجأة لمكان تاني خالص، او ممكن نقول ان الباك رومز نقلت الشخص ده ذات نفسه في مكان تاني خالص. وبعد الموقف المرعب اللي حصل معاه ده خرج من الممر عشان يدور عليهم، بس ما كانش فيه وجود لاي حاجه خالص تدل ان هم كانوا موجودين هنا. وبالنسبه للشريط الاحمر اللي كان معاهم فهو اختفى برضه، وده معناه ان الباحث اللي ماسك الكاميرا ده دلوقتي تاه في الباك رومز، وهيبدا دلوقتي يكمل طريقه في محاوله البحث عن صحابه او عن البوابه او الثريش هولد اللي دخل منها. فتعالوا نشوف هيحصل له ايه دلوقتي او هيوصل لفين بالظبط. This way. وصل للمكان الغريب اللي قدامكم ده، اللي كانت الحيطان فيها شكلها متغير عن باقي الحيطان بتاعت المستوى ده، وكان في حاجه على الارض وكانها بقايا حاجه متكسره، وكان قدامه زي حواجز كده وراه حاجه شبه الرفوف في الحيطه. انا بصراحه ما اعرفش ايه المكان ده، بس هو كده كده خرج منه وكمل طريقه على امل ان هو يلاقي اي حد او اي حاجه ترجعه تاني. وصل للممر اللي قدامكم ده اللي بينتهي بمخرج، بس مش واضح اي حاجه جوه، فهيبدا يقرب اكتر واكتر عشان يشوف المخرج ده بيودي على فين. ممكن يكون ده المخرج اللي هيخرجه من الباك رومز ويرجعه تاني للمنظمه، بس هنلاحظ دلوقتي ان هو لما بيقرب من المخرج المظلم ده صوت ازيز لمبات الفلوريسنت بيزيد اكتر واكتر، وكأن في حاجه هتحصل. تعالوا نشوف مع بعض كده ايه اللي هيحصل كده لما يقرب من المخرج ده.
لحسن الحظ هو لسه عايش، بس لسوء الحظ المخرج ده ما خرجهوش من الباك رومز، انما ده وصله لمكان جديد خالص، قد تكون مرحله او مستوى من المستويات بتاعه الباك رومز، بس باين على الحيطان بتاعتها انها متغطيه بورق حائط عليه صور اشجار، والارضيه بتاعه المكان ده كانت عباره عن ارضيه خشبيه، وكان في زي فاس وادوات تانية موجوده في المكان ده. بس استنى، عايزك تركز دلوقتي في الاصوات اللي الشخص ده يسمعها هو جوه المكان ده. خدت بالك من الاصوات اللي هو سمعها دي؟ هما بالتحديد كانوا عباره عن صوتين اشتغلوا فجاه. اول صوت غريب اللي سمعه لما دخل شويه جوه المكان الغريب ده، والصوت ده كان جاي من بره، لو ركزت كويس فيه هتحس ان هو عامل زي صوت آلة اشتغلت فجاه، قد تكون دي صوت البوابه، وان هو خلاص كان قرب منها. بس اللي عايز اقوله لك، خليك فاكر الصوت ده كويس جدا عشان هنجيب سيرته كمان شويه حلوين كده. وبالنسبه للصوت التاني، فبالنسبه لي شخصيا ما كانش صوت مباشر خالص، بحيث ان هو لما وصل البيت الغريب اللي قدامكم ده، او ممكن كان عباره عن صوره البيت مش اكتر. المهم ان المرعب في الموضوع ده ان كان في صوت خارج من البيت ده، وكأنه صوت شخص نايم او صوت وحش نايم جوه. محدش متاكد بالظبط ايه الصوت ومصدر الصوت ده كان من مين بالظبط، بس المهم في الاخر ان الباحث ده خد بعضه وخرج من المكان الغريب ده، وكمل طريقه في البحث عن المخرج من الباك رومز. بيتهيألي كده ان هو خلاص قرب يوصل للنجاة، وخلاص هيتم انقاذ حياته، بحيث زي ما انتم شايفين الباب اللي وصل له ده عليه علامة خروج. بس في سؤال غريب ممكن يجي على بالنا كلنا، وهو اذا كان ده هو المخرج من الباك رومز، هو ايه اللي خلى شكله يتغير بالمنظر ده؟ بحيث لو نفتكر من شوية كده لما قلت لكم وخليكم فاكرين شكل المدخل اللي هم دخلوا منه، واللي كان عبارة عن البوابة او الثريش هولد، فنلاقي ان مش هو ده نفس المدخل اللي هو جه منه، لان وقتها ما كانش فيه الباب اللي قدامنا ده. ممكن تقولي طب ما هو ممكن يكون ده مجرد مستوى تاني من الباك رومز، وان هو يعني مش نفس المدخل اللي جه منه. احب اقول لك اني متاكد بنسبه 90% ان ده هو نفس المدخل اللي جه منه، وتعالى اقول لك على السبب اللي خلاني متاكد كده. بص يا سيدي، لو رجعنا 3 ثواني لورا كده هنلاحظ ان الباحث ده لما وصل للطريق ده بص على الممر اللي جنبه فجاه، وكانه بيشبه على المكان ده، وفعلا احساسه كان صح. بصوا كده في اول الفيديو لما الاربع باحثين دول خرجوا من الثريش هولد، كان قدامهم ممر موجود في اخره حيطه، نفس الممر ده بقى كان قدام الباب اللي الباحث ده وصل ليه، وده معناه ان المفروض ان الثريش هولد او البوابه مكانها كان هنا. بس يا ترى ايه اللي حصل او ايه اللي غير شكلها، وهل فعلا ده نفس المكان اللي هو جه منه ولا لا؟ تعالوا نشوف هيحصل ايه دلوقتي. Hello? Hey! ما اظنش اي حد فاهم اي حاجه من اللي حصل دلوقتي ده، بحيث زي ما شفتوا قدامكم كده الباحث ده وصل للباب، والغريب ان هو لما حط البطاقه بتاعته على الباب فتح عادي جدا، وده معناه ان هو فعلا وصل للمنظمه، وان جهاز الامن اتعرف على البطاقه بتاعته.
بس زي ما شفنا قدامنا كده هو دخل على اوضه اول مره نشوفها، وكان في زي شباك ازاز كده على جنب بيطل على الباك رومز. اظن ان هو يشبه شويه الشباك اللي شفناه في الصوره اللي كانت في الجزء اللي فات. المهم بعدها بمجرد ما دخل الاوضه دي فجاه صفارات الانذار اشتغلت والانوار كلها بقت لونها احمر. وبعدها كيم بيرسونز وقف الفيديو لحد هنا من غير ما يفهمنا اي حاجه خالص عن اللي حصل ده. بس استنى، هو ممكن يكون ساب لنا حاجه بس مش هتفيدنا قوي. في اخر الفيديو ده ظهر قدامنا زي رسم تخطيطي عن مكان او اوضه معينه، لو ركزنا كويس هنلاقيها هي نفسها الاوضه اللي الباحث ده وصل فيها، بحيث مكتوب قدامنا هنا كده كومبلكس واللي هي نفسها الباك رومز. وبعد كده بنلاقي مرسوم اوضه وجواها حاجات، وهنلاقي هنا المخرج او الباب اللي الشخص ده دخل منه دلوقتي. بس الغريب ان لو بصينا فوق كده هنلاقي مكتوب ثريش هولد وفي سهم بيشاور على المنطقه اللي فوق دي، وده معناه ان الباب اللي قدامكم ده هي الثريش هولد او البوابه اللي هو جه منها. بس الظاهر كده ان في حاجات كتيره اتغيرت فيها غير الاوضه اللي هو فيها دي، اللي مش معروف هي اتبنت امتى والاجهزه اللي فيها دي وصلت هنا امتى. والمفروض ان الاحداث اللي احنا شفناها دي كلها حصلت في تاريخ 29/2 سنه 1990. فيا ترى ايه السبب في اللي حصل ده؟ هل هو انتقل في بعد تاني بحيث منظمه اي سينك اللي في البعد التاني ده بنت الاوضه دي، ولا هو غاب جوه الباك رومز مده كبيره لدرجه ان المنظمه كانت بنت الاوضه دي، ولا هو اتنقل لوحده بس ولا اصحابه اتنقلوا معاه برضه؟ كل دي اسئله تعتبر محيره بسبب النهايه بتاعت الفيديو الغريبه دي واللي مش موضحه اي حاجه خالص. بس استنى، لو بصينا كده على الفيديو اللي قدامكم ده واللي بعنوان موشن ديتكتد واللي معناه تم الكشف عن الحركه، هنلاحظ ان الصوره بتاعت الفيديو ده بتوضح ان هم واقفين في الباك رومز في مكان وكانه لسه بيتبني، وموجوده على الارض مربعات لونها ابيض زي اللي كانت موجوده في الاوضه اللي في الفيديو اللي لسه شايفينه من شويه ده. وغير ده كمان لو بصينا على الديسكريبشن بتاع الفيديو ده هنلاقي تاريخ 5/3 سنه 1990، وده معناه ان احداث الفيديو اللي لسه هنتفرج عليه ده حصلت بعد حوالي 5 ايام من ساعه ما الاربع باحثين دول دخلوا الباك رومز. فتعالوا كده نشوف ايه اللي في الفيديو ده، ممكن نقدر نفهم اي حاجة عن نهاية الفيديو اللي فات ده. بداية الفيديو زي ما انتم شايفين وسامعين قدامكم كده بتبتدي بالتاريخ اللي قدامنا ده، وبعدها بيبدأ يورينا صورة الثريش هولد، وبعدها المشهد بينتقل لجوه وبنشوف ان فعلا في اوضة بتتبني في الباك رومز قدام الثريش هولد. وده يخلينا نسأل سؤال غريب شوية، ازاي الباحث ده وصل للأوضة دي مع انها ما كانتش لسه اتبنت من الاساس؟ ده يخلينا نشك ان في تلاعب حصل في الزمن خلاه يشوف حاجة من المستقبل. المهم بعدها بيظهر قدامنا كلام بيفهمنا ان هم حطوا 7 كاميرات في اماكن مختلفة من الباك رومز، والكاميرات دي فيها مستشعرات حركة وصوت عشان لو في اي صوت او في اي حركة حصلت الكاميرا تبدأ تسجلها. معرفش هما بيعملوا كده عشان يلاقوا الباحث اللي اختفى ده ولا عشان يشوفوا هل في اي حاجة غير طبيعية في الباك رومز ولا لا. وبعدها بيظهر قدامنا زي خريطة بتوضح اماكن الكاميرات والمدى اللي هي شايفاه، وبعد كده بيظهر قدامنا كلام بيقول اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده عبارة عن كل الحركات او الاصوات اللي تم تسجيلها في ليلة 5 ديسمبر سنة 1990، وبعدها هيبدأ يعرض لنا اللي الكاميرات سجلته في الليلة دي. فبالنسبة اللي اتسجل الساعة 8:15 بالليل كان عبارة عن حركة 3 من الباحثين في الباك رومز، وبعد حوالي ساعة من الزمن تم تسجيل حركتهم وهم راجعين، وفي الساعة 9 بالليل تم تسجيل حركة 1 من المشرفين وهو معدي قدام الكاميرات، وبعدها بربع ساعة تم تسجيل صوت الثريش هولد وهي بتقفل. وهنلاحظ قدامنا مكان الباب اللي الباحث اللي في الفيديو اللي فات وصل ليه، بس حاليا احنا في مرحلة ما قبل بناء الباب ده. كل ده يعتبر بالنسبة لي عادي جدا. تعالوا بقى ننتقل للجزئية المرعبة. لما الساعة جت 1 بعد نص الليل في صوت غريب من الباك رومز تم تسجيله. اظن تقريبا دلوقتي ان في حاجة مش طبيعية بتحصل، لان المفروض ان الباك رومز حاليا ما فيهاش اي حد، فمن الغرابة ان صوت زي ده يحصل لوحده كده. وبعدها تم تسجيل صوت تاني برضه الساعة 2:15 بالليل، بس المرة دي حصل فشل في الميكروفون اللي بيسجل الصوت ده. ولما الساعة وصلت ل4 الفجر في كاميرا من الكاميرات سجلت حركة غريبة في الباك رومز.
خدتوا بالكم من الشيء الغريب اللي ظهر في اخر الممر ده؟ بالنسبه لي من بعيد تحسه عامل زي المخلوق المرعب اللي كين بنتس قبله لما انتقل الباك رومز، بس لو ركزنا كويس في شكله هنلاقيه يعتبر مختلف تماما عن المخلوق ده، بحيث زي ما احنا شايفين قدامنا كده وكأن كان في زي دراعات سودة تشبه دراعات او اذرع الاخطبوط خرجت من ورا الحيطه وبصت للكاميرا ورجعت تاني. فهل ده يعتبر مخلوق تاني مختلف عن اللي احنا شفناه في الفيديو اللي فات ده ولا لا؟ او ممكن يكون هو نفسه المخلوق اللي كان موجود في الفيديو اللي فات بس ممكن كان مغير شكله، او ممكن ما كانش لسه وصل لنفس الشكل اللي احنا شفناه المره اللي فاتت ده. والفيديو خلص على كده، وكل اللي استنتجناه من الفيديو ده ان دلوقتي منظمه ايسينك عندهم علم ان في حاجه مش طبيعيه في الباك رومز، وان المكان المرعب اللي هم فتحوا ابواب العالم عليه ده قد يكون غير صالح للحياه البشريه تماما، او بالتحديد يعتبر مكان مميت للبشر. واستنتجنا برضو ان في اوضه قدام الثريش هولد كانت لسه في مرحله البناء في يوم 5/3، وده يعتبر تاريخ في المستقبل بالنسبه ليوم 29/2 اللي الباحث ده تاه فيه. بس استنى، لو بصينا كده على الفيديوهات اللي كين بيكسلز منزلها هنلاقي في وسطهم كده فيديو بعنوان بريزنتيشن، واللي معناه عرض تقديمي، واظن كده ان الفيديو ده فيه شبه شويه من نفس الفيديو اللي الباحث ده تاه فيه في الباك رومز، واللي كان بعنوان انفورميشنال فيديو، واللي كان بيتكلم فيه عن معلومات عن الباك رومز. فاظن كده ان الفيديو ده برضه هيعرض معلومات عن الباك رومز، وبالتالي ممكن يجيب سيره الباحث اللي تاه ده. وقبل ما اسيبكم على الفيديو ده عايزكم تركزوا كويس في التاريخ بتاع الاحداث اللي هتشوفوها دلوقتي في الفيديو ده، واللي حصلت في تاريخ 8/5 سنه 1990، يعني بعد حوالي 3 شهور من اختفاء الباحث. The world around us is ever-changing. Throughout this past century, we have seen the advent of countless innovations that have completely reshaped life as we know it. But with all of this growth comes a number of undesirable byproducts. Byproducts that, if left unchecked, have the potential to irreversibly scar our modern world. As human expansion is projected to increase exponentially in the coming decades, we must account for these never-before-faced challenges in ways equally never-before considered. Here at Async, we believe we have found the solution. The Low Proximity Magnetic Distortion System. What is the Low Proximity Magnetic Distortion System? Using 32 will be distributed across all points, allowing for cargo and personnel to seamlessly pass through their designated threshold. زي ما شفتوا وسمعتوا قدامكم كده، الفيديو ابتدى الاول بتحذير من الاف بي اي، وبعدها ظهر قدامنا ان في حد فتح صوره فيديو بيبتدي بلوجو منظمه ايسينك، وبعدها في صوت آلي بدا يتكلم ويشرح لنا عن التغيرات اللي بتحصل في العالم والزياده في اعداد البشر والمنتجات اللي بيصنعوها، وان لازم يكونوا جاهزين كويس للزياده دي، وان هم يوصلوا لحل جديد تماما وغير معتاد. وبعدها بيقول ان هم هنا في ايسينك لقوا الحل لكل المشاكل دي، وهو نظام التشويه المغناطيسي منخفض القرب، واللي هي الباك رومز. ومجرد ما بدا يشرح اكتر عن النظام ده فجاه الفيديو اتقطع وانتقل لمشهد تاني خالص عن تكمله اهداف المشروع ده او الباك رومز يعني. بس استنى، لو ركزنا كويس لما جاب لنا مكان وجود منظمه ايسينك على الخريطه هنلاقي ان هي كانت موجوده في كاليفورنيا، ولو تفتكروا كويس ان ده يعتبر نفس المكان اللي حصل منه زلزال لوما بريوتا اللي شفناه في اول الفيديو. فنقدر كده نتاكد دلوقتي بنسبه كبيره ان سبب الزلزال ده كانت التجربه اللي هم عملوها. المهم بعد كده هيبدا يكمل كلامه عن الفوائد اللي بيستفيدوها من الباك رومز، وبدون اي مقدمات الفيديو اتنقل لمشهد تاني متصور من كاميرا مراقبة ل3 أشخاص ماشيين في ممر معين، وبعدها الفيديو رجع يكمل تاني بشكل طبيعي، وزي ما احنا شايفين قدامنا كده ان هو بيورينا مقارنة بين التكاليف اللي هتتصرف على العقارات التجارية وبين الاي سبيس اللي هي بتشير للباك رومز، وبعدها رجع يعمل مقارنة تانية بين المساحة بتاعت العقارات دي وبين المساحة بتاعت الباك رومز، وزي ما احنا شايفين قدامنا كده المساحة بتاعت الباك رومز فضلت تمتد لما لا نهاية، وده بيفهمنا انها ضخمة بطريقة مهولة ومرعبة. بس اللي حصل بعد المشهد ده
الفيديو للمره الثانيه اتنقل المشهد بتاع كاميرات المراقبه ده، وبنشوف فيه نفس الثلاث اشخاص وهم لسه ماشيين، وكأن كيم بيرسونز عايز يلفت انتباهنا لحاجه مهمه هتحصل. بس بعدها بيرجع الفيديو يكمل تاني. المره دي بيورينا الباك رومز المفروض تبقى عامله ازاي لما يتم الاعلان عنها للعالم كله، وانها المفروض هتبقى مكان قابل للسكن والصناعه، وهيكون فيها وسائل مواصلات بشكل طبيعي جدا. الظاهر كده ان الخطط دي كلها هتبوء بالفشل في الاخر، بما انهم ما عملوش حسابهم على كل المشاكل المرعبه اللي حصلت بعد وصولهم للباك رومز. وبعد كده الفيديو اتقطع تاني، والمره دي بنشوف فيديو متصور بواسطه شخص مجهول لتقريبا مكان معين في منظمه سينك، وبعدها بيرجع الفيديو يكمل تاني. الظاهر كده ان هو المره دي بيورينا بعض الصور لشكل بعض الاوض اللي المفروض تكون موجوده في الباك رومز. اظن دلوقتي كده ان الثلاث اشخاص اللي كانوا ماشيين في الممر دول وصلوا للمكان اللي قدامكم ده، والظاهر كده ان الشخص اللي معاهم ده حد مهم، بدليل ان هو كان لابس بدله مش بالطو شبه باقي الباحثين او العلماء اللي موجودين في المكان ده. بعد كده بنشوفهم واقفين قدام زي شباك ازاز كده، والشخص اللي جنبه ده بيكلمه او بيشرح له عن حاجه معينه. اظن دلوقتي كده واضح هو الشخص ده بيكلمه عن ايه. من اللي احنا شايفينه قدامنا ده فهم حاليا واقفين قدام الثريش هولد، وهنتاكد من ده دلوقتي في المشهد اللي بعد كده. زي ما انتم شايفين قدامكم كده، هم حاليا دخلوا مع الشخص المهم ده من الثريش هولد للاوضه اللي كانت لسه في مرحله البناء في الفيديو اللي فات. الظاهر كده انها اكتملت وبقت جاهزه، بحيث عدى حوالي 3 شهور من ساعه ما كانت لسه بتتبني. بعدها بيظهر قدامنا صورة الشخص ده، انا معرفش مين ده بالظبط، ممكن يكون ايفن بيك، او ممكن يكون مدير المنظمة ده ذات نفسه، او ممكن يكون حد تاني مهم تبع الدولة بيحاولوا يوروه اخر التطورات اللي حصلت في المشروع بتاع المنظمة ده. المهم ان هم هيبداوا يفرجوا على الباك رومز وعن النماذج اللي بتوضح نظام الاوض في الباك رومز عامل ازاي. وبعدها بيجي مشهد تاني بيورينا فيه لحظة قفل الثريش هولد، وعايزكم تركزوا كويس في الصوت بتاع المشهد ده. ما خدتش بالك من حاجه، او بالتحديد ما شبهتش على الصوت اللي انت سمعته ده؟ تعالى كده اما افكرك. فاكر لما الباحث اللي كان تايه في الباك رومز ده وصل للمخرج المظلم ده؟ فاكر بقى الصوت اللي جه من بره لما قلت لك انه عامل شبه صوت آلة اشتغلت فجأة؟ اظن كده ان في علاقه بين الزمن في الصوتين دول، وبرضه اظن ان احنا قربنا نوصل لحاجه تخص الباحث اللي تاه ده. خلونا نكمل الفيديو ونشوف هيحصل ايه. مفاجأة مش كده؟ دلوقتي نقدر نتأكد ونقول إن الباحث ده ما اتنقلش لبعد تاني، إنما ده اتنقل للمستقبل، بحيث إن هو دخل الباك رومز في شهر 2، وبطريقة ما اتنقل لشهر 5 اللي هو كان يعتبر في المستقبل بالنسبة للوقت اللي هو كان فيه. وعشان كده لاحظنا إن هو لما وصل المكان اللي فيه ثريش هولد لقى إن المكان شكله اتغير واتبنى فيه أوضة، وبمجرد ما دخل الأوضة دي باستخدام البطاقة بتاعته في الوقت اللي المفروض إن الأوضة دي كانت مقفولة فيها، بمعنى إن ما كانش فيه أي حد في الباك رومز خالص في الوقت ده، في ساعتها مستشعرات الحركة لقطت الحركة بتاعته والانذار اشتغل. وبكده نقدر نقول ان الباك رومز مش بس ليها خواص غير طبيعيه على المكان، انما دي ليها نفس التاثير على الزمان برضه، بحيث نقدر مع بعض كده نعتبر ان اللي حصل للباحث ده ان هو عمل نو كليب من شهر 2 لشهر 5. بس استنى، في لينك لفيديو غير مدرج موجود في الديسكريبشن. الفيديو ده هيحب اقول لك خلي بالك من نفسك. فيديو غير مدرج ديسكريبشن بيتكلم عن مشهد من حلقه قديمه جدا من كرتون ذا سيمبسونز، بس في حاجه غريبه هتحصل في المشهد ده. تعالوا نشوف الفيديو ده كده. Hutz is the name, Mr. Simpson. Lionel Hutz, attorney at law. Here's my card.
It turns into a sponge when you put it in water. Ooh, classy. Doctor says it's just a bump on the head and a broken toe, nothing serious. Doctors. You might have to wait on him hand and foot for the rest of his natural life. That's the downside. Now here's the good part. You can ching cash. Dimacol con su triple acción ayuda a aliviar la tos, la congestión y a expulsar las flemas. Dimacol con su sabor sabe tratar la tos. You're right. When you feel up to it, come over to my office and we'll talk about it. Lionel Hutz, attorney at law. What's that, a broken neck? اظن بعد اللي انت شفته ده انت مش فاهم اي حاجه من اللي حصلت دي خالص. تعال ما اعرفك ايه اللي حصل ده وايه علاقه اللي حصل ده بالباك رومز. بص يا سيدي، زي ما شفتوا كده الحلقه كانت شغاله عادي جدا، بس فجاه الشاشه بدات تشوش ويحصل زي تشوش كده على القناه اللي كانت شغاله دي، وبعدها فجاه التشويش راح وظهر قدامنا زي اعلان دواء معين تقريبا له علاقه بمشاكل في التنفس والرئه او الكحه او حاجه زي كده يعني. وظهر بعدها مشهد من الاعلان ده برضه عن مجموعه ناس او جمهور كانوا قاعدين بيتفرجوا على حاجه معينه، وبعدها حصل الجليتش ده تاني والمشهد رجع تاني للكرتون. ممكن تقول لي ايه المشكله يعني؟ مش فاهم. ممكن يكون مجرد تشوش حصل على القناه وعرضت اعلانات لقناه تانية. عايز اقول لك ان الموضوع ارعب واغرب من كده بكتير، بحيث لما دورت عن تاريخ عرض الحلقه دي لقيت انها اتعرضت في سنه 1991. بس الغريب والمرعب ان الاعلان اللي ظهر فجاه ده كان عباره عن اعلان اسباني لدواء كحه اسمه ديماكول، والاعلان ده صدر في سنه 2000 ميلادي. بمعنى تاني اسهل بكتير ان الاعلان اللي ظهر ده كان وقتها من المستقبل، وده معناه ان ده مش تشوش عادي، انما ده يعتبر تشوش في نسيج الزمان ذات نفسه. واظن كده ان كين بيرسونز ساب لنا الفيديو ده عشان يفهمنا ان اللي حصل في الحلقه ده كان بسبب تاثير الباك رومز، وان وجود الباك رومز عامل تاثير على نسيج الزمان او بالتحديد على نسيج الزمكان كله. وبس كده، ده كل اللي اقدر اقوله لك النهارده في الفيديو ده عن تحليل فيديوهات كين بيكسلز عن الباك رومز. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هل منظمة ايسينك هتحاول تغطي على الحادثة بتاعة اختفاء الباحث ده وظهوره في المستقبل؟ ويا ترى هيبرروا ازاي الموقف ده للشخص المهم اللي كان حاضر وقت ظهور الباحث ده؟ وايه قصة فيديو الجزء التاني من الفاوند فوتج اللي بيتكلم عن واحدة حصل لها نو كليب للباك رومز؟ ويا ترى ايه الحوادث اللي حصلت في الباك رومز في الفترة اللي الباحث ده كان مختفي فيها؟ كل دي تعتبر مواضيع كتيرة جدا لسه هنتكلم عنها ان شاء الله في الاجزاء الجاية من سلسلة الباك رومز من نوعية تحليل فيديوهات كين بيكسلز. وفي النهاية احب اقولك خلي بالك من نفسك، وخلي بالك من الاماكن اللي انت بتقف فيها، لان ممكن بكل بساطة تقف في مكان غلط ويحصل لك النو كليب وينتهي بك المطاف وحيد ومستني موتك في الباك رومز. يعني بعد حوالي 3 شهور من اختفاء الباحث ده. بعد كده جليتش وانا بقول للباحث ده تمام، وفي جليتش عند البكتيريا. في لينك لفيديو غير مدرج موجود في الديسكريبشن، ولو ضغطنا على اللينك بتاع الفيديو ده كده بعد كده جليتش زمن واظهر لقطه من فيديو سيمبسون وارجع اكمل كلام تاني اللي هو بقى بيتكلم عن مشهد من حلقه قديمه جدا من كرتون ذا سيمبسونز.